هالو ذير. مساء الفل. عاملين ايه الاخبار؟ الدنيا جاي اكلمكم النهارده في موضوع من اكتر المواضيع اللي افنيت عمري فيه الصراحه يعني. overrated قوي في الموضوع، بس انا من الناس اللي ما كانتش بتبطل مقارنه ابدا 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 ابدا، لدرجه ان انا دلوقتي طالعه ان انا اعمل فيديو ازاي بطلت مقارنه. فانا مش مصدقه بجد ان انا بطلت. اي نعم بطلت بقالي كام سنه، بس يعني it's achievement بجد. انجاز رهيب. فالفيديو ده مش ستوري تيلينج خالص، مش ستوري تيلينج، ولكن هيبقى في هيئة توبكس. هقول لكم كده كذا توبك ونقعد نتناقش فيهم مع بعض ونشوف ايه الدنيا الحاجات دي كلها. اول توبك معانا في ازاي نبطل مقارنة. اول حاجة افهم السبب، افهمه بدل ما تحاربه. بمعنى انا دلوقتي بقارن، انا بقارن ليه؟ اقعد بقى دلوقتي اوفر ثينكينج كويس قوي، فانا بقارن ليه؟ اعرف انا بقارن ليه. هل انا من صغري وانا بيتقال لي على فكرة انا جبت 100 من 100، ابن خالتك جاب 105 من 100؟ هل السبب طفولي؟ هل من زمان قوي السبب راجع لهناك كده ان هو جاي من الطفولة؟ ولا هل انا بحس بنقص جوايا، بحس ان انا مش كفاية، بحس ان انا تعبان قوي من جوه، فحاسس بنقص وحاسس بخزي وحاسس بالذنب، فقاعد مكاني ما بتحركش وبشوف الناس بتتحرك فببدأ ان انا اقارن نفسي بيهم كنوع من انواع جلد الذات؟ ولا انا مثلا يعني الموضوع منين؟ انا ليه بقارن؟ جذور الموضوع فين؟ لو انا قدرت اشد الجذور هقدر ازرع نبات جديد في نفس التربة حلو قوي. فانا اول حاجة لازم اعملها اجيب ورقة وقلم وابدأ اكتب انا بقارن ليه، واجيب بقى اوفر ثينكينج قوي، واجيب اول مره ده حصل، واجيب ده بيحصل ليه، واجيب انا حسيت بايه لما ده حصل، واكتب كل ده. دي اول خطوه معانا. طبعا حد ممكن يقول لي والله مش فاكر، مش عارف ايه، هدور هعمل. هقول له الخطوه الاولانيه مش كتبناها، عرفنا احنا هنعمل ايه. نيجي بقى الاهم خطوه والخطوه التانية، وهي السكرولينج والسوشيال ميديا. يا جماعة احنا بقينا مدمنين السكرينات، احنا مدمنين السكرينز، قاعدين طول النهار عمالين من سكرولينج، تيك توك، فيسبوك، انستجرام، حتى اكس، اي حاجة قاعدين، احنا قاعدين طول النهار لحد ما بقى عندنا ادمان، بقى عندنا هوس بده. طيب انا قاعده دلوقتي عماله بشوف حاجات على السوشيال ميديا، بشوف دي اتجوزت، وبشوف دي اتطلقت، وبشوف دي جابت عربيه، وبشوف دي خطيبها جاب لها موبايل، وبشوف دي باباها فسحها، وبشوف دي عملت، وبشوف. انا قاعده في اوضه في عزبه الصفيح بالمعنى الحرفي. فانا حياتي لا بأس بيها، حياتي تحت الارض، اللي هو يعني خلاص بقى. يعني قاعده ما باخدش مصروف، ما بعملش اي حاجه، وقاعده بقارن نفسي بناس هاي كلاس قوي، يعني ما ينفعش ان انا ادخل معاهم في كومبارينج اصلا، وانا قاعده اقارن نفسي. وده كله احباط وضغط وتحس ان هو فعلا بتجلد ذاتك مظبوط، يعني هو دي الناس فعلا اللي احنا نجلد ذاتنا بيهم. مع ان احنا لو جينا نبص على السوشيال ميديا، ونص الناس اللي بتبقى موجوده على السوشيال ميديا هنلاقي ان هو معظمهم اصلا ناس بيطلعوا يزيفوا او عايزين ريتش وخلاص، عايزين فيوز، عايزين اي حاجه. فاحنا طول الوقت احنا بنقع ضحية لده. واول حد بيضحي بنفسه هو انت اللي بتضحي بنفسك، لان انت لو مش عايز ان انت تكون في مقارنة مع الناس دي وكده مش هتكون في مقارنة، بس انت اللي بتضحي بنفسك في الموضوع ده. فلا، تاني حاجة احنا لازم نعملها نقوم جايين ستوب، نشوف السوشيال ميديا احنا بنتابع مين. احنا بنتابع مين طول الوقت؟ احنا بنسمع اخبار عاملة ازاي؟ احنا بنشوف فيديوز عاملة ازاي؟ احنا مستوى الاجتماعي والثقافي والحياتي بتاع الناس دي عامل ازاي؟ ابص الاقي حد غني، اشتغل على نفسي كويس قوي عشان ابدا ان انا اشتغل وان انا اجيب فلوس وان انا احقق الاحتياجات الماديه بتاعتي اجتماعيا. ابدا ان انا اذاكر كويس، ابدا ان انا اتعلم كويس، اخد كورسز كويسه، ابدا ان انا يكون عندي بوزيشن اجتماعي ليبيه ثقافيا. طول الوقت انا قاعد بتفرج على حد بتاع كتب على فكره، وحد بيتكلم على فكره، حد قاعد بيتكلم طول الوقت في كلام ثقافي وحاجات كويسه قوي ومعلومات رهيبه وكل الحاجات دي، بس انا من جوايا بقارن نفسي بيه. طب ما انا بدل ما انا قاعد طول الوقت عمال بشوفه وعمال اقارن نفسي وعمال ازعل وعمال احزن من جوايا، طب ما اروح اقرا لي كتاب، ما اجيب كورس واستفيد منه. مفيش اكتر من الكورسز الاونلاين اللي موجوده. فالسكرولينج والسوشيال ميديا سلاح ذو حدين، وان احنا نقلل الوقت ده ونفلتر الوقت بتاعنا ونعمل سكرين تايم. انا عامله سكرين تايم، انا عندي الفيسبوك معمول ب5 دقايق،
يوميا، بس بقعد 5 دقايق خلاص بيتقفل. انا نفسي كنت بقعد قبل كده على الفيسبوك ساعتين و3، انا حاليا الفيسبوك لو انا قعدت عليه دقيقتين ببقى باصه السكرين تايم هيقفل امتى، من كتر ما انا خلاص يعني تخلصت من ده. كنت بقعد اعمل براوزنج كتير قوي قوي، ما اقدرش ان انا اسمع فيديو 10 دقايق، ما اقدرش. يعني مش في الموضوع، مش في المقارنة بس، لا ده في حاجات كتير قوي. السكرولينج والسوشيال ميديا من أصعب الحاجات اللي الإنسان بيتسحل فيها بالمعنى الحرفي للكلمة. تالت حاجة، بقارن نفسي بحد. ورقة وقلم معايا ست الكل كده، ورقة وقلم معايا يا باشا، ونقعد نمسك بالورقة والقلم أنا شايف إيه في الشخص ده مش عندي. أبدأ إن أنا أفهم الشخص ده ليه أنا بقارن نفسي بيه، ليه الشخص ده أنا حاسه أحسن مني، وأشوف الشخص ده أنا شايف فيه إيه، أنا شايف ايه اللي عنده الشخص ده، ماله، انا ليه مشغول بيه قوي كده لدرجه ان انا كل شويه عماله بقارن نفسي بيه. بعد ما احنا قعدنا ان احنا نفهم السبب بتاعنا وما نحاربوش، وبدانا ان احنا نشوف السكرولينج بتاعنا على الفيسبوك والسوشيال ميديا عامه، وبدات ان انا الحق نفسي بالورقه والقلم واشوف انا بنشغل بالشخص ده ليه. بعد كده ابدا اقلل مستوى المقارنه واحده 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 واحده، وابدا اقارن نفسي بحد واحد بس، انا. ابدا ان انا اقارن نفسي بنفسي. ده مش هيتم غير عن طريق الجورنالينج. تقعد تكتب كده كل يوم، والله انا عايز كذا، والله انا عايز كذا، والله انا عايز كذا. تبدا ان انت تبني هابتس، تبني عادات، وتبني حاجات كويسه، تتعلم مهاره جديده، تقرا كتاب، تقرا لو انت بتقراش. تبدا ان انت تبني حاجات بيبي ستيبس قوي، وتبدا بقى تجورنالينج الكلام ده. لو انت في الاسبوع قرأت 10 صفحات، انت قبل كده ما كنتش بتقرأ. لو انت الاسبوع ده عملت مرتين سبورت رياضة، انت قبل كده ما كنتش بتعمل. تبدأ تقارن نفسك الاولد فيرجن مع نيو فيرجن، هتلاقي نفسك بتتحسن، وهتلاقي من جواك ثقة بالنفس. يعني هتبدأ بقى السيلف استيم يعلى شوية، السيلف كونفيدنس يبقى اعلى. هتبدأ ان انت فعلا تحس ان انت مبسوط، وتبدأ ان انت بتقارن نفسك بحاجة فعلا هتفيدك. المقارنة عمرها ما كانت مفيدة غير في الحالة دي. خامس حاجة عشان تبطل مقارنة، وهي انك تشتغل على نفسك بره وجوه. تبدأ من جواك كده تشتغل على نفسك، تشتغل. انا عندي ضعف في الثقة بالنفس، انا عندي ضعف في تعزيز الذات، انا ما بقدرش نفسي، انا ما بحترمش نفسي. البيئة اللي حواليا بتدعم ده، البيئة اللي حواليا عاملة لي قلق من الناحية دي. ابدأ ان انا افرز كل حاجة، افرز اللي جوه وافرز اللي بره، واشوف الدنيا فيها ايه. اشوف فيديوز، اشوف كورسز، اقرأ كتب، اتعلم، اتثقف. كل الحاجات دي هتساعدني ان انا من مجرد ان انا ابدا ابني نفسي من جوه وابني نفسي من بره، مع الوقت احس ان الكومبارينج دي خلاص ما عادش فارقه. انا لما اشوف نفسي، انا لما اشوف نفسي هبطل اقارن. انت ما بطلش مقارنه. طول ما انا مش شايفني انا انسان كلب انا مش انا خلاص بقى، يعني انا مش حاجه. فما ابداش ان انا شايف نفسي خلاص بقى اي حاجه بالنسبه لها تكون حلوه. بطه معديه على فكره عندها ريش ابيض احس ان هي كونت ريش وانا لا، يعني اي حاجه. فلا، الانسان لازم يشتغل على نفسه كويس قوي. بدايه نجاح اي بني ادم ان هو يشتغل على نفسه كويس قوي من جوه ومن بره. في ناس بتشتغل على نفسها من بره تلاقيها ماشيه كده ولبس شيك وبرفيوم ومش عارف ايه وكل الكلام ده، وفي ناس وخلاص من جوه فاضي، من جوه فراغ، من جوه نقص، ومن جوه وجع، ومن جوه جلد ذات، ومن جوه تعب، ومن جوه ايشوز، ومن جوه تروماتايز، ومن جوه كل الحاجات دي. طبعا الناس دي فيستك بتقع في مغالطه المقارنه عادي جدا. وفي ناس بتشتغل نفسها كويس قوي من جوه. اوكي ان احنا نكون كويسين قوي من جوه، يعني دي حاجه كويسه ان هو التغير اللي جوه بينضح من اللي بره. بس مهم برضو ان احنا نركز على شكلنا ونركز على مظهرنا ونركز على الحاجات دي، لان الحاجات دي من الحاجات اللي هي يعني حاجات كويسه وبتعلي من ثقه الانسان. ومهما كان برضو ما نقدرش نمنع ان ليها بوزيشن اجتماعي. لازم ان احنا نكون برضو بنخلي بالنا من شكلنا ومن الحاجات دي، لانه برضو مع الوقت هينضح ان احنا نكون كويسين قوي من جوه. فاحنا محتاجين ان احنا من جوه ومن بره نكون كويسين، مش من حاجه واحده. ابدا ان انا بعد كده ابدل الافكار بتاعتي. عامه مشكله اي بني ادم بتبقى في دماغه. من الاخر، مشكله اي بني ادم وعناء اي بني ادم بتبدا من مخه. فانا ابدا ابدل الافكار بتاعتي. انا دلوقتي شايف فلان احسن مني في حاجه، لا، انا هقعد اشوف فلان ده انا شايف ايه الميزه اللي فيه اللي انا ممكن اتعلمها. انا ممكن اتعلم ايه من الحاجه بتاعته دي،
والله انا شايفة ان هي واحدة شكلها خطير، شكلها حلو قوي، مثقفة جدا، بتعرف تتكلم الحاجات دي. بقارن نفسي بيها، انا ما بعرفش اتكلم، انا بدل ما قاعدة افكر انا لا افكر هي عندها ايه، كان اتنشن مي ان انا احط نفسي في كومباريز معاها. فلاقي والله ان هي مثقفة جدا، بتعرف تتكلم، كل المميزات اللي انا قلت عليها دي، وابدا افصصها واشوف انا ازاي ممكن اسعى ان انا اعمل الصفات دي واكونها عندي. ازاي ممكن انا اكون حد بيوصل لحاجة زي دي. مع الوقت هلاقي انا بديفلوب مين من الاخر. فالانسان طول ما هو منشغل بالهيم سيلف هيحس ان هو خلاص، يعني هو مش محتاج حاجة. هو انت طول الوقت عمال تحسن من نفسك، خلاص هتطلع من القاعدة. لكن طول ما احنا قاعدين بنسكرولينج وعمالين نضايق في نفسنا ونقارن نفسنا بناس احنا عمرنا ما هنوصل لحاجة. 10 سنين هيعدوا هنلاقي نفسنا في نفس النقطة، 15 سنة هيعدوا هنبقى في نفس النقطة، حتى فيما بعد لو اتجوزنا وخلفنا هنجيب عيال هيبقوا في نفس النقطة. فاحنا ما بنحققش حاجة يعني. وانا ليس الانسان الا ما سعى. يا عم اسعى، يا بنتي اسعي الدنيا والله تبقى تمام، بس ما نبقاش واقفين محلك سر. اخر حاجة وهي 7 نقطة بالمناسبة، وهي الفروق الفردية. من اكتر الحاجات، انا كنت في كلية تربية، فانا قعدت 4 سنين بدرس مادة اسمها الفروق الفردية، عشان واحنا بندرس للطلبة نكون واخدين بالنا كويس قوي يعني ايه فروق فردية. الفروق الفردية دي يعني شخص مختلف عن شخص تاني. يعني احنا لو جبنا شخصين من العالم كله عمرنا ما هنلاقي بصمة حد زي التاني. يعني لو كل بني آدم له بصمته، فكل بني آدم له شخصيته، كل بني آدم له العيوب بتاعته، له المميزات بتاعته، له الحاجات الفردية بتاعته. ممكن يكونوا 2 مولودين في نفس البيت متربيين نفس التربية، واحد طلع حرامي التاني طلع دكتور، ودي حاجة والله مش قصة شعبية، دي حاجة بتحصل فعلا. ونفس كل حاجة، كل واحد عنده البصمة الخاص بتاعته. طول ما انا عندي البصمه الخاصه بتاعتي، انا بقول انا ما عنديش مميزات، والله انا ما عنديش هوايات، والله انا مش احسن حاجه في الحياه، والله مش، دوري هتلاقي. كل انسان خلق لهدف، بس الفرق ما بين حد لقى هدفه والحد تاني نايم بيقارن نفسه بحد فملقاش هدفه. فكل انسان هيدور هيلاقي، كل انسان هيبحث جواه هيلاقي. ممكن حد يكون بيعرف يتكلم كويس، ممكن يكون حد بيتعلم بسرعة، ممكن يكون حد عنده لباقة في الحديث وعنده علم، ممكن يكون حد اجتماعي فيقدر ان هو يوصل لمكانة عالية قوي كشغل. كل واحد عنده هواية وكل واحد عنده صفة مش موجودة عند التاني. فاحنا لازم نكون مؤمنين بفكرة الحقوق الفردية. الفروق الفردية دي لازم تكون موجودة في القاموس بتاعنا. لو بقت موجودة في القاموس بتاعنا ان كل انسان له المميزات وله العيوب الخاصة بيه اللي مستحيل تبقى زي حد تاني، كل واحد له تركيبة مخه وشفرة دماغه وشفرة لسانه وجسمه، وكل حاجة لها بصمة معينة. لو احنا عرفنا البصمة دي كويس قوي، احنا مش هنحتاج ان احنا نقارن نفسنا بحد. وبس ده كل اللي عندي، دي كل التبس اللي انا قلتها. واستغفر الله لي ولكم، واتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا بالحلقة وان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجة. Thank you.